السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد سالم من قناة نو أكاديمي. النهاردة إن شاء الله عندنا سيشن جديد لسيشنز الجرامر بعنوان superlative adjectives يعني صفات التفضيل. لما أجي أقارن ما بين واحد وجروب، في السيشن اللي فات أو الفيديو اللي فات خدنا how to make a comparative، زي نعمل مقارنة between two persons، ما بين شخصين، two animals، ما بين اتنين من الحيوانات، or two groups أو مجموعتين. يلا بينا على بركة الله نبدأ. بيتكلم على مين بقى؟ على صفات التفضيل، superlative adjectives يعني صفات التفضيل، أو إن أنا بفضل واحد على جروب. بيقول لي we use superlative adjectives to show the greatest degree of something. بستخدم superlative adjectives اللي هي صفات التفضيل عشان أبين إن الشخص ده في أعظم درجة ما بينه وبين صحابه. يعني مثلا عندي هبة أطول بنت فين في الكلاس، أقول له هبة is the tallest girl in the class. يبقى هنا هيبقى أطول بنت فين في الفصل، يبقى هنا هي فيها أعظم صفة ما بينها وبين الجروب. نستخدم صفات التفضيل لنوضح أعلى درجة من صفة شيء ما. طب احنا هنتكلم أول حاجة على مين؟ على short adjectives، الصفات القصيرة. زي ما اتكلمنا برضو في comparative adjectives على الصفات القصيرة والصفات الطويلة، برضو هنتكلم على الصفات القصيرة والصفات الطويلة مع صفات التفضيل. قال لي الصفة القصيرة زي مثلا كلمة طول، عايز أقارن ما بين واحد وجروب، بحط قبل الصفة ذا وبعد الصفة est. كنا هناك لما بقارن ما بين اتنين كنت بقول عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة er than. طب هنا بقارن ما بين واحد وجروب، واحد ومجموعة، يبقى ذا صفة قصيرة est. يبقى عند المقارنة ما بين واحد وأكتر من واحد أو جروب، ذا صفة قصيرة est. زي كلمة طول، طويل. طب أنا عايز أقول هبة أطول بنت، يبقى ذا tallest. small صغير، عايز أقول له الأصغر، يبقى ذا smallest. old عجوز أو كبير في السن، عايز أقول أكبر واحد، يبقى the oldest. هنا طبعا عشان أولها vowel فقلنا the مش the، يبقى هنا بحط مين؟ the short adjective صفة قصيرة وبعد كده est. تعال ناخد example. this tree، هذه الشجرة is the tallest tree in the park، يعني أطول شجرة فين؟ في الحديقة. يبقى أنا بقول إن الشجرة دي أطول من كل الشجر اللي موجود فين؟ في البارك. فبجيب طبعا هجيب this tree، بجيب الفيرب اللي هو مين؟ is عشان مفرد. the tall و est، يبقى the صفة قصيرة est. طيب في عندي بعض النوتس، بعض الملحوظات. بيقول لي when an adjective، لما يكون في صفة in this in منتهية بحرف ال e we add st، يعني هي في آخرها e فبزود لها st بس. زي مين؟ زي nice لطيف، nice في آخرها e، ال e هنا من أصل الصفة فبزود لها مين؟ st، يبقى the nicest. أقول له منى is the nicest friend I have، يعني منى هي ألطف صديقة عندي، دي منى. طيب if an adjective in this in، لو في صفة منتهية a vowel and a consonant، يعني حرف ساكن واحد وبعده حرف متحرك واحد وبعده حرف ساكن، بعمل ايه؟ بكرر الحرف الساكن مرتين واحط est. يبقى لو في صفة منتهية بكونسونانت حرف ساكن وقبله حرف متحرك، بكرر الساكن مرتين واحط est. انا عندي كلمة big يعني كبير الحجم، عايز اقوله الاكبر، يبقى the biggest. thin يعني نحيف، اخرها n وقبل ال n i من الحروف الفاولز.
بكرر ال N مرتين واحط EST يبقى the thinnest. اقول له elephants are the biggest animals in the zoo. الفيلة هي اكبر حيوانات في الزو. طب تالت ملحوظة if an adjective لو في صفة ends in consonant plus y يعني y وقبلها حرف ساكن بعمل ايه؟ بيقول لي we change y to I بحول ال y الى I وبعد كده بضيف est to the end زي كلمة happy معناها سعيد اخرها y وقبل ال y p ساكن بعمل ايه؟ بحذف الواي واحط مكانها اي بعد كده اضيف لها est طبعا في الاول بحط مين؟ ذا. طب كلمة بيزي مشغول اخرها واي وقبل الواي حرف الاس consonant بعمل ايه؟ بعمل تشينج للواي الى اي يعني بحول الواي الى اي وبعد كده اضيف est وطبعا قبل الصفة بحط ذا. زي مين؟ اديني مثال كده اقول له نورا is the happiest girl in the class يعني نهى هي اسعد بنت فين؟ في الكلاس. طبعا happy في اخرها واي شلنا الواي وحطينا مكانها اي وبعد كده ضفنا est وقبل الصفة حطينا ذا يبقى هنا كده بقارن ما بين او بفاضل ما بين نهى وكل الكلاس. يبقى هنا بقارن ما بين واحد وجروب يبقى عند المقارنة ما بين واحد واكتر من واحد او واحد وجروب ذا صفة قصيرة est او iest. تعالى نعمل اكسرسايز كده لطيف على ال superlative adjectives مع الشورت adjectives يعني نعمل تفضيل ما بين واحد وجروب بس مع الصفات القصيرة. يقول لي حاتم عايز اقول له ان حاتم اذكى تلميذ in our class يعني ايه ذكي؟ smart. طب انا عايز اقول ان انا عايز افاضل او اقارن او افضل حاتم على كل الكلاس فبجيب ذا صفة قصيرة est يبقى عند المقارنة او التفضيل ما بين واحد وجروب او واحد واكتر من واحد ذا صفة قصيرة est يبقى اقول له حاتم is the smartest student in our class يعني حاتم هو اذكى تلميذ في الفصل بتاعنا. طيب هرجادة مدينة الغردقة عايز اقول له ان هي الطف مكان فور دايفنج للغطس تحت الماء. طيب هنا جاب لي مين؟ هنا بقارن ما بين الغردقة وكل الاماكن اللي بيتعمل فيها دايفنج يبقى هجيب ذا صفة قصيرة est. طب انا عندي ايه؟ يبقى هضيف est بس يبقى اقول له هرجادة is the nicest place for diving. Number 3 which animal is هقول له the fastest the صفة قصيرة est. Number 4 I think turtles انا اعتقد ان السلاحف are the هقول له the slowest the صفة قصيرة est يبقى the slowest. Number 5 my bag is the هقول له the heaviest the صفة قصيرة est heavy كان في اخرها y عملنا تشينج للواي بقت I est. Number 6 my teacher is the est يبقى the greatest يبقى التيتشر بتاعي هو أعظم مدرس. Number 7 the giraffe is هقول له the tallest أنا جاب لي هنا صفة فيها est يبقى عايز مين؟ the. Number 8 my grandpa is the هقول له the kindest person يبقى the kind وحط لها est. Number 9 I need the هقول له nicest bike for my child أنا محتاج أحسن دراجة أو ألطف دراجة لمين؟ لطفلي.
هنروح لإكسرسايز تاني بعنوان read and correct the underlined mistakes. يعني هقرا الجملة ولاقي في كلمة تحتها line بس خطأ فهصححها. بيقول لي summer is the صفة est يبقى hottest، بس كلمة hot في آخرها t وقبل التي vowel، فبكرر التي اللي هو الكونسونانت مرتين واحط est يبقى hottest. يبقى summer is the hottest season in Egypt. الصيف هو أكتر فصل حار في مصر. نمبر 2 علي is the youngest in his family. يبقى هنا the صفة est عشان بقارن ما بين علي وكل أفراد العائلة، إن هو أصغر واحد في العيلة كلها. نمبر 3 my brother is the funny person I know. يبقى funniest the صفة est، بس هنا عند y هعمل change الواي واحط est. he is bravest firefighter in the town. يبقى هقول له the bravest يعني أكتر رجل مطافي شجاع في المدينة، يبقى the bravest. my grandpa is the old person in my family. يبقى the oldest. هنروح على exercise number 3. August is the شهر أغسطس أكتر شهر فيه درجة حرارة مرتفعة في السنة، يبقى August is the hottest month of the year. Today is coldest day of the year. عايز أقول النهاردة أكتر يوم برد في السنة، يبقى the coldest day of the year. my brother is the هقول له fastest player هو أسرع لاعب. the lion الأسد is the عايز أقول إن هو أقوى حيوان، يبقى the صفة قصيرة est strongest animal. كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من بارت 2 بعنوان superlative adjectives، يعني صفات التفضيل او تفضيل بين الصفات، صفات التفضيل. كده خلصنا بارت 1 بعنوان comparative adjectives، وخلصنا بارت 2 بعنوان superlative adjectives. لو ما اتفرجتش على بارت 1 ممكن تخش على مو اكاديمي، قناة مو اكاديمي، واتفرج على بارت 1 بعنوان comparative adjectives عشان يبقى انت كده لميت الcomparative والsuperlative. كان معكم مستر محمد سالم من قناة مو اكاديمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.